تخيل حضرتك تبقى بني آدم محترم ولحظة واحدة، خليني أسأل سؤال. هو كل إنسان بني آدم؟ وهل كل الناس بني آدمين؟ لا، مش كل الناس. في ناس بني ادمين، وفي ناس ولاد 60 كلب. طيب، اللي ياكل حق غيره ويحتل أرضه ويقتله لما يحاول يدافع عن حقه يبقى إيه؟ ابن 60 كلب. تمام كده، خلونا نكمل بقى. تخيل حضرتك لما تبقى بني آدم ومسلم وعربي محترم وما تعرفش عن المسجد الأقصى غير القبة الذهبية اللي بتظهر لك في الأخبار. هتعمل نصح شوية وتقول لي لا، مش ده المسجد الأقصى. المسجد الأقصى المسجد اللي عليه القبة الرمادية جنوب قبة الصخرة. ناصح انت كده بقى، ها؟ لا، المفاجأة بقى إن الاتنين دول مجرد أجزاء من المسجد الأقصى. الأقصى مش مبنى واحد، ده منظومة معمارية وروحية متكاملة بيضم أكثر من 200 معلم تاريخي ما بين مساجد وأبواب ومآذن وبواكي ومصاطب وأسبلة وآبار ومكتبات ومتاحف. الأقصى مش أي مسجد، ده ثالث أقدس مسجد في الإسلام بعد المسجد الحرام في مكة والمسجد النبوي في المدينة. الأقصى كان أول قبلة في الإسلام، وهو الذي أسري إليه بالنبي صلى الله عليه وسلم وأعرج منه بالنبي إلى السماوات العلى في ليلة الإسراء والمعراج. فتعالوا نحكي سوا حكاية المسجد الأقصى في أرض البركة فلسطين. صلي على النبي. المسجد الأقصى مش مجرد مبنى، ده مدينة صغيرة جوه مدينة، موجود في قلب القدس الشريف في الجهة الجنوبية الشرقية من البلدة القديمة، على تلة عالية اسمها هضبة موريا أو جبل المعبد عند القدماء. تخيل المساحة كلها حوالي 144 ألف متر مربع، يعني تقريبا مساحة 20 ملعب كورة كبار. كل ده داخل أسوار المسجد الأقصى. وعلشان تكون الصورة أوضح، كل حاجة داخل السور ده اسمها المسجد الأقصى، سواء بقى كانت مبنى أو مصلى أو ساحة أو مئذنة أو سبيل مية. يعني الأقصى مش بس معمار، ده سجل حي ل 15 قرن من الفن الإسلامي. وعايزك يا عزيزي المحترم قبل ما نبدأ رحلتنا تعقد النية على إنك مش بتتفرج على الحلقة دي لمجرد معرفة معلومات، لا، أنت ناوي بإذن الله إنك تزور وتصلي في المسجد الأقصى، وعايز تعرف هتمشي منين وهتدخل من أي باب وهتصلي فين إن شاء الله. يلا بينا. رحلتنا هتبدأ بإننا نتعرف على المدينة القديمة اللي بتضم المسجد الأقصى واللي ليها أسوار وبوابات، وكانت قديما مقسمة إلى 5 أجزاء: المسجد الأقصى والحي الإسلامي وحارة النصارى وحارة اليهود وحارة الأرمن. وخلونا ندخل من الباب الشمالي للمدينة القديمة والمعروف بباب العمود، وخلوني أحكي لكم قصة بناء المسجد الأقصى وإحنا بنتمشى في أسواق المدينة القديمة لغاية لما نوصل للمسجد. هنرجع بالزمن لورا، لورا خالص قبل المدن والممالك، لزمن سيدنا آدم عليه السلام. الحديث الشريف بيقول أول مسجد اتبنى في الأرض هو المسجد الحرام، وبعده ب40 سنة المسجد الأقصى. يعني اللي حط أساس المسجد الأقصى هو سيدنا آدم، وفيه اللي بيقول إن ابنه شيث عليه السلام كمله بعده. وبعدها بسنين طويلة جه سيدنا إبراهيم عليه السلام وأعاد بناء المسجد ورفع قواعده زي ما عمل في الكعبة. وبعده إسحاق ويعقوب عليهما السلام حافظوا على المكان وقدسيته. ومع مرور الزمن جه سيدنا موسى عليه السلام وكان بيحلم يدخل الأرض المقدسة ويصلي في المسجد الأقصى، لكن ربنا كتب له يموت قبل ما يدخلها، فدخلها بعده يوشع بن نون وبدأت العبادة ترجع من جديد. وبعدهم جه سيدنا داود عليه السلام اللي بدأ يبني بيت الله، لكن اللي كمل البناء فعليا كان ابنه سيدنا سليمان عليه السلام، النبي اللي دعا ربنا ان اللي يصلي في المسجد الأقصى مخلص لله يطلع من ذنوبه زي يوم ما اتولد. ومع الحروب والسنين اتعرض المسجد للهدم لحد ما جه زكريا ويحيى وعيسى عليهم السلام، وكان الأقصى في الوقت ده مركز للوحي والدعوة والمكان اللي اتربى فيه سيدنا عيسى عليه السلام. وبعدها بقرون جه عمر بن الخطاب رضي الله عنه ودخل القدس سنة 637 ميلادية ونظف المكان بنفسه وسجد لله
وبنى مصلى بسيط ناحية الجنوب اللي في مكانه النهاردة المسجد القبلي اللي هنحكي عنه بعد شوية. وفي العصر الأموي كملوا المسيرة، فعبد الملك بن مروان بنى قبة الصخرة، وبعده ابنه الوليد بن عبد الملك كمل المسجد بالحجارة والرخام. يعني باختصار المسجد الأقصى اتبنى على ايدين الأنبياء واتجمل على ايدين الخلفاء علشان يفضل شاهد على تاريخ مقدس من آدم عليه السلام لحد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بعد ما عرفنا حكاية بناء المسجد الأقصى من أول حجر، تعالوا نبدأ رحلتنا داخل المسجد الأقصى المبارك. احنا دلوقتي دخلنا المسجد الأقصى من باب القطانين أو باب سوق تجار القطن، وخلونا هنا نتكلم عن جدران وأبواب المسجد الأقصى اللي له 15 باب، منهم اللي تم إغلاقه ومنهم اللي ما زال مفتوح. وهنبدأ بباب القطانين اللي داخلين منه إن شاء الله، وبيقع في الجانب الغربي. ثم نتجه جنوبا هنلاقي باب المطهرة، وده مفتوح وداخله أماكن للوضوء. وبعدين نتجه جنوبا هنلاقي باب السلسلة، وده برضه مفتوح، وهو عبارة عن بوابة تاريخية، وبجواره مئذنة السلسلة اللي ارتفاعها 35 متر، واتبنت سنة 1329 ميلادية في العصر المملوكي. من المئذنة دي بيرفع الأذان الرئيسي اللي بيوصل صوته لساحة القبة الذهبية كلها. ثم باب المغاربة وبرضه مفتوح، وبيفصله عن باب السلسلة حائط البراق، ويعرف الباب ده أيضا بباب البراق وباب النبي، حيث يعتقد أن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم دخل منه إلى المسجد الأقصى المبارك ليلة الإسراء والمعراج. كما يعتقد بعض المؤرخين أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه دخل منه إلى الأقصى أيضا بعد الفتح. وبالقرب منه مئذنة باب المغاربة، وهي أقدم مآذن المسجد الأقصى، اتبنت سنة 1278 ميلادية، وارتفاعها حوالي 23 متر، وهي اللي بيؤذن منها للمسجد القبلي. ثم الباب المزدوج، وده مغلق وبيقع جنوبا أسفل المسجد القبلي، وبيقال إن الأمويين اللي آثار بيوتهم موجودة جنوبا كانوا بيدخلوا منه إلى المسجد الأقصى، وبعد إغلاقه تحول إلى مصلى، وهنتكلم عنه بعد شوية. وبعدين نلاقي الباب الثلاثي، وده مغلق وهو كان عبارة عن 3 أرشات. ثم نلاقي الباب المنفرد وبرضه مغلق، والأبواب الثلاثة دول كلهم بيقعوا ناحية جنوب المسجد الأقصى. وننتقل دلوقتي إلى الجانب الشرقي، فهنلاقي الباب الجنائزي، وده أيضا مغلق، وكان بتخرج منه الجنائز من المسجد إلى المدافن اللي بتقع شرق المسجد مباشرة. ثم باب الرحمة، وده يا جماعة يعتبر تحفة معمارية، والباب نفسه إلى المسجد مغلق، وتحول فراغ المدخل إلى مصلى، هنتكلم عنه برضو بعد شوية. ثم نلاقي باب الأسباط، وده في أقصى الشمال الشرقي، وهو من الأبواب المفتوحة، وبالقرب منه مئذنة الأسباط اللي بتعتبر أحدث مآذن المسجد، اتبنت سنة 1367 ميلادية، وارتفاعها حوالي 28 متر. وبعدين هنلاقي باب حطة، وهو إحدى أبواب المسجد الأقصى المفتوحة، ويقع ضمن الرواق الشمالي، وقد تم تجديده سنة 1220 ميلادية في الفترة الأيوبية. ثم نلاقي باب العتم أو باب فيصل، وده برضو من الأبواب المفتوحة. وباب الغوانمة، وهو إحدى أبواب المسجد الأقصى المفتوحة أيضا، ويعتبر أول باب شيد في الجدار الغربي ابتداء من الناحية الشمالية، وده أنشئ في العهد الأموي. وبجواره مئذنة باب الغوانمة، وهي أعلى مآذن المسجد وأقواها من حيث البناء، وارتفاعها حوالي 38 متر. وبعدين هنلاقي باب الناظر، وهو إحدى الأبواب المفتوحة. وأخيرا هنلاقي باب الحديد، وده برضو من الأبواب المفتوحة، ويقع في الواجهة الغربية للمسجد الأقصى، وهو أحد المداخل المتفرعة عن طريق باب العمود. يعني خلاصة الكلام، عندنا 4 مآذن للمسجد الأقصى، وجميعها بني في العصر المملوكي، و15 باب، منهم 5 مغلقين و10 مفتوحين. وبعد الجولة الخارجية دي رجعنا للباب اللي دخلنا منه، وهو باب القطانين. وأول حاجة هتقابلنا أحد البواكي الشهيرة للمسجد الأقصى، وعددهم 8 بواكي، وبيحيطوا بساحة مصلى قبة الصخرة، جوهرة المكان اللي بتظهر قدامنا بجمالها المبهر ولونها الذهبي الأخاذ، وبشكلها المتمن الشهير اللي كل ضلع منه بطول تقريبا 20 متر. والشكل المتمن أو الثماني هو من أحد الأشكال الهندسية المميزة في الإسلام، لأن رمزيته مأخوذة من أبواب الجنة الثمانية، وهو كشكل هندسي فيه استقرار وثبات رهيب. ويمكن حتى ضريح تاج محل اللي اتكلمنا عنه في الحلقة الخامسة كان ذو شكل مثمن، واللي ما شافش الحلقة دي يا ريت يبقى يروح يشوفها
بعد ما يخلص الحلقة. القبة نفسها قطرها حوالي 20.5 متر تقريبا، وارتفاعها حوالي 40 متر، والقبة متوازنة بنسبة تكاد تكون ذهبية، وده اللي خلى كتير من الباحثين بيعتبروا قبة الصخرة رمز للجمال الهندسي المثالي في العمارة الإسلامية. بناها عبد الملك بن مروان سنة 691 ميلادية، وبتحتضن الصخرة الموضع اللي عرج منه النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء ليلة الإسراء والمعراج. القبة نفسها تحفة معمارية، ويقال إن عبد الملك بن مروان أمر عماله بإذابة ما تبقى من العملات الذهبية خاصة بالبناء وتغطية القبة بها، والمبنى من الخارج مغطى بالرخام والبلاط القيشاني، وهو البلاط المزخرف اللي كان بيتم إحضاره من بلدة قاشان أو كاشان في إيران، ويمكن حتى الآن في دول الخليج بيعرف البلاط باسم كاشي لهذا السبب. بجوار قبة الصخرة هنجد قبة السلسلة، وبتعتبر تحفة معمارية، وبتقع في منتصف المسجد الأقصى بالضبط، وبنيت في نفس توقيت بناء قبة الصخرة، وفي داخلها محراب أنشئ لاحقا. هنتجه جنوبا ناحية المسجد القبلي، وفي الطريق هيقابلنا سبيل الكأس. سبيل الكأس اللي بيعتبر تحفة فنية مملوكية أضيف إليها لمسات عثمانية، وهو مكان للوضوء. وبعدين هنلاقي المسجد القبلي اللي ليه قبة رمادية وبيستقبل القبلة، واللي بني في العهد الفاطمي وتم تجديده في عهد الوليد بن عبد الملك، وده بيقع في موقع المسجد الخشبي اللي بناه سابقا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. والمسجد القبلي كان بيتكون من 15 باكية، اتهد منه 8 باكيات في الماضي بسبب زلزال، وتبقى 7 باكيات فقط، وحاليا بيتسع لحوالي 5000 مصلي. كان جواه منبر صلاح الدين الأيوبي المشهور اللي اتنقش كله من خشب الأبانوس بدون مسمار واحد، واللي اتفقد للأسف سنة 1969 في حريق الأقصى، لكن اتعمل له نسخة طبق الأصل بعدين. وبيقام في هذا المسجد صلاة الجمعة أسبوعيا. إذا خرجنا من المسجد القبلي فهنلاقي درج بيودينا لأسفل المسجد القبلي إلى مصلى الأقصى القديم، وده الممر اللي كان بيودي للباب المزدوج المغلق اللي اتكلمنا عنه من شوية. والممر ده عبارة عن باكيتين، وحاليا بيستخدم كمصلى، وبيسع لحوالي 1000 مصلي. إذا خرجنا إلى الساحة الشرقية فهنجد أسفل الساحة دي ما يعرف بالمصلى المرواني، واللي بناه الأمويين كتسوية معمارية لهضبة بيت المقدس الأصلية المنحدرة جهة الجنوب، وبيتكون من 16 رواق، وتبلغ مساحته الإجمالية أكثر من 4000 متر مربع، وهي أكبر مساحة مغطاة للصلاة في المسجد الأقصى. وأثناء الاحتلال الصليبي قاموا بتحويل المصلى المرواني إلى اسطبلات للخيول، وسموه اسطبلات سليمان. وبعد تحرير المسجد الأقصى في عهد صلاح الدين الأيوبي أعاد المصلى المرواني إلى استعماله السابق باعتباره تسوية ومخزن، وفضل الأمر كذلك حتى عام 1996 حيث تم افتتاحه كمصلى رسمي، وسمي يومئذ بالمصلى المرواني نسبة إلى عبد الملك بن مروان. إذا طلعنا من المصلى المرواني واتجهنا شرقا هنلاقي مصلى الرحمة، وده من أحدث المصليات اللي رجعت تفتتح في السنين الأخيرة. هو مبنى قديم جدا أنشأه الأمويون، وكان بيستخدم كمقر للعلماء والقضاة من زمان. واجهته عبارة عن تحفة معمارية، واتقفل سنين طويلة لحد ما عاد الفلسطينيين فتحه سنة 2019 بعد صراع كبير مع قوات الاحتلال. وده المكان اللي النهاردة بيعتبروا أهل القدس رمز للثبات والمقاومة، لأنه بيتجدد فيه مشهد الصمود كل يوم جمعة. هنرجع للناحية الجنوبية الغربية فهنلاقي مسجد البراق، وفيه حلقة عثمانية يقال إنها وضعت في مكان الحلقة التي ربط عندها البراق، كما يحتوي المسجد على محراب أموي. وينزل إلى مصلى البراق حاليا من خلال الرواق الغربي للأقصى بدرجات حجرية، واللي بيفتح كل يوم جمعة للزيارة. بجواره مسجد المغاربة، ويستعمل اليوم كقاعة عرض لأغراض المتحف الإسلامي. ويقال إن أول من بناه هو صلاح الدين الأيوبي سنة 1193 ميلادية، وكانت بتقام فيه الصلاة على المذهب المالكي. وبجواره جامع النساء، وهو اليوم مقسم إلى 3 أقسام، أولها غربي ملحق بالمتحف الإسلامي، والتاني في الوسط وبه توجد مكتبة الأقصى الرئيسية،
والثالث شرقي ملاصق للجامع القبلي، ويستعمل الآن كمستودع. وجامع النساء عبارة عن بناء كبير واسع مرتفع عن مستوى الجامع القبلي، وفي باحثين بيروا أن بناؤه يعود إلى العهد الصليبي، حيث بني ككنيسة ليعيد صلاح الدين الأيوبي لمصلى خصص للنساء. بعد ما عرفنا المصليات المختلفة، تعالوا سوا نغوص في بعض التفاصيل المعمارية اللي بتجعل المسجد الأقصى تحفة فنية ومعمارية. ويا ريت ما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والإعجاب وكتابة رأيك في التعليقات بعد ما تخلص الحلقة. يوجد في المسجد الأقصى أكثر من 11 مدرسة كانت لتعليم الفقه الإسلامي منتشرين على أسوار المسجد، وأكثر من 12 سبيل لشرب المياه زي سبيل قايتباي وسبيل البصيري وسبيل الكأس، كلهم جزء من شبكة ذكية لتوفير المياه للوضوء والشرب بطريقة هندسية دقيقة من غير مضخات، بتاخد مياهها من 25 بير مية عامرة موجودة داخل المسجد الأقصى، فيها من الماء ما يكفي سكان البلدة القديمة بالقدس، وليس المصلين الذين يفيدون إلى الأقصى فقط. وهذه الآبار موزعة بين صحن قبة الصخرة وباقي ساحات المسجد الأقصى المبارك. كده نقدر نقول إن المسجد الأقصى مش بس مسجد واحد، لكنه مدينة مقدسة صغيرة، كل زاوية فيها بتحكي حكاية من حكايات الإيمان والمعمار. كده عرفنا يا أعزائي المحترمين إننا إن شاء الله لما نروح المسجد الأقصى هندخل من باب القطامين، وهنتوضى في باب المطهرة، وهنشرب من سبيل قايتباي، وهنقيم الليل في المصلى المرواني، وهندخل نتفرج على المتحف ونشوف أسلحة أجدادنا، وهنصلي الفجر في مسجد قبة الصخرة، وهنقعد نقرأ في المكتبة، وهنصلي ركعتين في مصلى الرحمة. يا ريت كل واحد فيكم يا أعزائي يحفظ الفيديو ده ويحفظه لولاده، علشان قريب جدا إن شاء الله هنحتاجه واحنا رايحين نصلي في المسجد الأقصى. سلام.